هاي، انا مريم عندي 14 سنه وهوريكم ازاي تعملوا اكسسوارز لنفسكم. لو عايزين تعرفوا ازاي شوفوا الفيديو ده. دلوقتي انا هوريكم ازاي تعملوا البريسلت البيزك خالص، زي مثلا دي كده بس على شكل الكريسماس. وكمان هوريكم ازاي تعملوا حلق زي ده. الحاجات اللي احنا هنحتاجها عشان نعمل بريسلت عاديه، هنحتاج اول حاجه الاستيك عادي بس بيكون بيشد. انا عن نفسي بستخدم 1.0. وكمان هنحتاج طبعا الخرز، اي شكل خرز انتوا عايزينه. وهنحتاج كمان طبق علشان احط فيه، ومعلقه علشان اخد بس الحاجه واحطها في الطبق. هوريكم بقى الالوان اللي انا هستخدمها. انا عن نفسي هستخدم اللون الاحمر، ممكن تستخدموا انتوا اي لون تاني. انا عن نفسي عشان دلوقتي الكريسماس فنعمل حاجه للكريسماس. وكمان هستخدم اللون الابيض اللي بيلمع شويه، وكمان الاخضر. ودلوقتي هناخد بقى الاستيك نوقفه عند دي، ممكن تخلوها طويله او قصيره براحتكم يعني. اوكي، دلوقتي انا هبدا بقى ان انا احط اللون الاخضر، بعديها اللون الابيض، بعديها الاحمر، ونفضل نعمل هكذا بقى. دلوقتي احنا خلصنا خلاص وبالمقاس اللي انتوا عايزينه. دلوقتي هوريكم ازاي تقفلوها بحيث ان هي ما تتفكش او كده. اول حاجه طبعا هنحتاج المقص، هنقص الحته. دلوقتي هنقصها من هنا، بعديها هنمسكها كده، بعديها نقوم ماسكين كده ونقوم واخدينها من هنا، ونقوم حاطين ده هنا. طبعا تسيبوا حته طويله عشان تعرفوا تعملوا الكلام ده، تخلوهم هما الاتنين كده في طول بعض يعتبر. نقوم عاملينها كده، نقوم شدينها كده كده، مستحيل تتفك معاكم، بدل ما تفضلوا تلفوا اكتر من مره وكده. هي مره واحده الحركه دي وخلاص. كده هنقص بقى الحته دي كده، ونجيب ولاعه ونقوم حارقين الحته دي، وكده نكون خلصناهم. تكون كده شكلها. وممكن كمان نعمل اللون ده او الشكل ده او اي شكل احنا عايزينه. وكمان ممكن نحطها مثلا في جفت او حاجه، مثلا نديها جفت لحد، فممكن نحطها في ظرف زي ده شكله ظريف كده حلو، نحطها هنا. او ممكن نحطها في حاجه زي دي. وكمان ممكن تدوها مثلا دلوقتي عشان احنا في كريسماس ففي سيكريت سانتا، ممكن تدوها لاي حد كسيكريت سانتا. دلوقتي انا كمان هوريكم ازاي تعملوا حلق، زي مثلا الحلق ده، او الحلق كمان الحلق ده زي ده كده، بألوان كتيرة واي حاجة انتوا عايزينها. برضو تقدروا تدوها الجفت لأي حد في ظرف زي ده. فأول حاجة هحتاجها انه برضو خرز، بس بقى ده مش خرز، ده حاجة كده كده اهو يكون شكله، تكون واسعة عشان نقدر ندخلها. فانا هستخدم اللون البينك، وهستخدم اللون البينك الفاتح والغامق، وهحطهم هنا. هفتح الحلق كده وابدأ احطه فيه كده. تقدروا طبعا تعملوا اي لون انتوا عايزينه زي الالوان التانية اللي انا عاملاها، تقدروا تجيبوها من اي حته. وكده اكون عملت معاكم الحلق والبريسلت، حاجات سهله. لو عندكم اي افكار عايزين نعملها او اي اسئله اكتبوا لي في الكومنت واعملوا لايك. كان معاكم مريم، باي باي.